السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا ومرحبا، حياكم الله. في قصة الليلة سوف نتحدث عن ضابط وسفاح من النوع الأول. قصة يشيب لها الطفل. تخيل معي عزيزي المشاهد إنك تكون ضابط في وحدة تحقيق خاصة بالأدلة الجنائية، وضابط برتبة محقق. ثم أنت، هذا الضابط، ترتكب جريمة وتبيد عائلة بأكملها، ما تبقي منهم لا صغير ولا كبير. هذا الذي فعله هذا الضابط بالضبط، وراح أقول لكم على القصة بكل تفاصيلها من الأول إلى الآخر. لكن قبل أن نبدأ في هذه القصة، أتمنى منك أخي المشاهد أنك تضغط على لايك وتشترك في القناة لنغوص في القصة وفي تفاصيلها، ونبدأ معاكم من البداية وأشرح لكم القصة خيطا بخيط، دقيقة بدقيقة. لنروح إلى البداية. في عام 2015 بالتحديد، كان هذا اللي راح أسميه أنا أبو ساطور. أبو ساطور كان ضابط ومحقق في الشرطة العراقية، ثم صدرت منه بعض التصرفات الغير لائقة. يعني تبين أنه كان يتلقى يعني رشاوي واختلس أموال وما إلى ذلك. بحكم خبرته في التحقيقات وفي أنها ضابط ومحقق، قام واختفى عن الأنظار في عام 2015. بعد ذلك أصدرت المحكمة بحقه السجن غيابيا لمدة 7 سنوات، وظهر في عام 2018. لكن ظهوره لم يكن ظهورا عاديا، بل عاد ليرتكب أبشع جريمة عرفها العراق. ليش أبشع جريمة يعني عرفها العراق، ومع أنه في كثير جرائم تحصل في العراق وأكبر من هذه كمان؟ لا، هذه الجريمة مختلفة تماما عن كل تلك الجرائم، لأنها لا تمس لا للأخوة ولا للعروبة ولا للدين ولا للجار ولا لأي صلة من صلات الإنسان الطيب والخلوق والمحترم الذي يمكن أن تؤدي بها الحاجة، أو إنه يحتاج إلى مال، إلى أن يبيد عائلة بأكملها لا يبقي منها صغير ولا كبير، من أجل أن يحصل على 10 ملايين دينار عراقي. متخيلين؟ يعني تقريبا حول 10 أو 8 ألف دولار. هذا أبو ساطور كان مستأجر شقة، وكثرت عليه المصاريف، وهو كذلك متزوج، وكثرت له متطلبات الحياة، وهو عاطل، ويعني مطلوب إلقاء القبض عليه ومحكوم بالسجن غيابيا. إيش يسوي؟ كان لهم جار اسمه أبو حسين. أبو حسين هذا كان معروف في المنطقة هذه بكرمه وجوده وإحسانه على الناس وعلى الفقراء والمساكين. ويذكر في القصة إن أبو حسين عندما حصل لهم حادث راح وجاب خروفين أو 3 وذبحها تحمدا لله على سلامتهم. وفي مرة من المرات إن هناك أبو حسين قالوا إنه فتح بيته لكي يسوي العرس تبع واحد من إخوان أبو ساطور هذا، ليقيموا فيها العرس تبع أخوه. وأبو حسين كان رجل كريم جدا. أبو حسين كان بيته بجوار بيت أبو ساطور، مو أبو ساطور اللي سميته، لا، أبو ساطور. أبو ساطور نفسه هذا كان مستأجر شقة بعيدة بس في نفس الحي هذا. أفتهم لكم الآن؟ وكان موجود في هذا البيت أخو أبو ساطور، خلينا أسميه أبو الغيث. أبو الغيث هذا جاله يوم من الأيام أبو ساطور وقال له: يا أخي، أنا أمر بضائقة مالية وأريد أن أسرق كذا بنا بالعربي. قال له: يعني بتسرق بنك، بتسرق محل، بتسرق إيش اللي بتسرقه؟ قال له: أريد أن أسرق بيت أبو حسين.
هنا ممكن بعضكم يقول إن أخوه هذا يعني منعه، قال له لا تسرق الرجال، ما يصلح، عيب، حرام، ما يجوز. لا، قال له حين ما تبغانا أنا موجود في الخدمة. هكذا قال لأخوه، وهو جار، هو أبو حسين. لكن ليش أبو ساطور قال لأخوه بالتحديد أنا أريد أن أسرق بيت أبو حسين؟ أنا بقول لكم القصة. في يوم من الأيام حصلت حادثة إطلاق نار في هذا الحي، وأبو حسين البيت تبعه مضجج بالكاميرات، يعني فيه كاميرات مراقبة. أبو ساطور راح لحسين والد أبو حسين، قال له يا حسين، أنتم عندكم كاميرات في البيت شغالة، نريد التسجيلات الفيديو تبع الكاميرات علشان نشوف من هم الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار. قال له حسين هنا الكاميرات طافية. أبو ساطور أخذها فكرة لكي يرتكب أبشع جريمة. قال خلاص، ما دام أبو حسين عنده كاميرات والكاميرات طافية، يا سلام، هذا المطلوب. إيش سوى؟ اتفق هو أخوه إن أخوه هو الذي يراقب، وأبو ساطور يطلع من بيت أخوه إلى بيت أبو حسين وينزل، وثم يعني يدخل ويبيد كل من في البيت. لكن قبل أن أراويكم كيف سوى القصة هذه، يجب أن نعود إلى من الأحداث الذي أخذ منها السلاح. راح إلى أخوه، يعني كان له أخ آخر وهو كذلك موظف في الشرطة. قال له يا أخي، أريد أن أستلف منك المسدس تبعك. قال له خير، ليش تريد تستلفه؟ قال له رايحين نسوي صلح بين جماعة في الديرة الفلانية، وأنا خايف على نفسي، فأريد منك المسدس تبعك علشان أحمي به نفسي، اللي يعني إذا سمح الله حصل شيء والله شيء، أكون أنا عندي هذا المسدس يحميني بعد الله. قال له أخوه أنا موافق، وأعطاه السلاح. أبو ساطور أخذ السلاح وراح اشترى له قناع، وانتظر حتى الساعة تقريبا 4 فجرا، ثم دق على أخوه ودخل من بيت أخوه وطلع من فوق الجدار ونزل في بيت أبو حسين. يعني ما نزل داخل العمارة نفسها، لا، نزل في الحوش. ثم أراد أن يبحث عن باب مفتوح، فلم يجد أي باب مفتوح سوى شباك المطبخ. هنا دخل من شباك المطبخ، هذا بناء لما ورد في القصة. دخل من شباك المطبخ ثم تسلل من غرفة لغرفة داخل بيت أبو حسين، وأبو حسين وعائلته كلهم نايمين. هنا كان معه المسدس تبعه ومعه كذلك عليه خنجر. عندما دخل ما وجد أي أحد، العائلة بأكملها نائمة وغاطة في نوم عميق. الرجل كان يبحث يريد أموال. عندما دخل ووصل إلى الغرفة التي فيها أبو حسين وزوجته وحسين ولده، وكذلك معهم بنت أخرى ولكن كانت نايمة في غرفة ثانية هي وجدتها. عندما دخل ورفع السلاح تبعه، أول شيء قام بقتل أم حسين، وجه لها رصاصة لكن الرصاصة ما أصابتها، ثم قام بإعادة المحاولة وإطلاق النار على أم حسين وأرداها قتيلة. أم حسين كانت حامل. ثم صحى أبو حسين وقام ووجه له طلقة ولكن ما قتله. عندما تكلم عندما أراد أبو حسين أن يقاوم أبو ساطور، تكلم أبو ساطور وعرفه أبو حسين، قال له ليش يا أخي تسوي في هذا الشيء؟ ليش هاجم علي يا فلان؟ يعني لين بيت إيش سويت لك أنا؟ ليش تريد أن تقتلني؟ ليش قتلت أنا زوجتي؟ أخذ معه في الخطاب لا حديث ممكن لا يتجاوز 30 ثانية، ولكن كان أبو ساطور ناوي إنه يجهز على العائلة بأكملها.
وقام ووجه المسدس تبعه على رأس أبو حسين وأطلق طلقة فأرداه قتيل. كذلك حسين الذي هو ولد أبو حسين الذي كان يلعب هو ولد أبو ساطور، وجه له كذلك طلقة وقتله. ثم كان يعرف، أنا زي ما قلت لكم، يعرف العائلة هذه بأكملها، فكان لهم بنت، البنت الذي أنا يعني ذكرتها قبل شوية كانت نايمة مع جدتها في الغرفة الثانية. ولسوء الحظ الجدة هذه كانت جاية زيارة لعند بنتها أم حسين التي هي زوجة أبو حسين، ودخل عليهم الغرفة وقام بإطلاق النار على العجوز وقتلها، وقام بإطلاق النار على البنت وقتلها. وبعدين بدأ يفتش عن الفلوس، دخل البيت كله وهو يفتش 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 من غرفة للثانية، ثم عاد إلى الغرفة التي فيها أبو حسين وأم حسين ولقى فيها خزنة. الخزنة هذه كانت تحتوي على مبلغ 10 مليون دينار عراقي مع شوية يعني مقتنيات من الذهب. يعني أبو ساطور هذا كان متوقع عندما يدخل بيت أبو حسين وأنه يقتل العائلة بأكملها ويخفي الأثر تماما، إنه بيجد في بيت أبو حسين أكثر من 100 مليون دينار عراقي أو أكثر من هذا المبلغ، لكن لسوء حظه إنه لم يجد سوى 10 مليون دينار عراقي مع شوية مقتنيات من الذهب تبع أم حسين. ثم لكي يخفي الجريمة تبعه، إلى أين اتجه؟ اتجه إلى سيارة أبو حسين التي كانت واقفة برا، أخذ السيارة وراح فيها إلى منطقة معزولة، ثم تركها هناك وأخذ تاكسي ورجع، وقام بإخفاء هذه الأموال والذهب التي حصل عليها فين؟ في فتحة التكييف في الشقة التي هو يسكن فيها. خلاص الآن أبو حسين وأم حسين وحسين وجدته والبنت التي معهم قتلوا، عائلة بأكملها انتهت. ثم في صباح اليوم التالي الناس بدأت تفتقد أبو حسين وأم حسين والولد والبنت، ما لهم حس، ما عادتهم. قاموا واحد من الجيران دخل البيت يشوف، ينادي يا أبو حسين يا أبو حسين، ما حد أجابه. دخل يشوف إلا ويتفاجأ بذي المصيبة التي حصلها قدامه. قام اتصل بالشرطة، جت الشرطة تحقق من هو القاتل من هو الفاعل. بعدين قالوا إن القصة هذه مدام وراها أسرة بأكملها مقتولة، أكيد وراها إصابة أو نزاعات قبلية أو عشائرية أو ما إلى ذلك. مش معقولة يعني إن شخص واحد يعني يدخل علشان ماله ويقتل عائلة بأكملها. في هذه الأثناء راح أبو ساطور إلى سوق يبيعوا فيه الأسلحة. ليش راح لهذا السوق؟ راح علشان يشتري رصاص للسلاح الذي أعطاه إياه أخوه. زي ما قلت لكم أخوه كمان في الشرطة. عندما حضر إلى مكان الجريمة ولم يجدوا أثر إلى الجاني، على طول هذا الضابط شك في أخوه، لكن ما أراد أن يفضح أخوه أو يقول إن أخي قاتل، لا، سكت ساكت وقام يعني يبحث عن أخوه. قال أنا قبل كم يوم أعطيت أخي السلاح، وأخي قال لي إنه رايح المنطقة الفلانية، لا يكون أخي أخذ السلاح هذا علشان يقتل هذه العائلة. فعندما عاد أبو ساطور إلى أخوه الضابط هذا وقال له وين السلاح، يعني سحبه على جنب، ما قال له قدام الناس هذا السلاح خذه، لا، يعني سحبه على جنب، قال له هذا السلاح تبعك. يعني أخوه عندما أخذ السلاح قام بتفقد الرصاص، إلا يجد الرصاص زي ما هو، لم ينقص أي شيء. فاطمأن، قال أخي ما ارتكب جريمة ما دام والسلاح مليان، يعني فيه طلقات موجودة، أخي ما لها علاقة في هذه الجريمة.
ما يدري أن أخوه راح واستبدل الطلقات مكان الطلقات الذي أفرغها وقام يعني قتل الأعلى بها. فهنا من كان باقي؟ كان باقي الأخ الشريك، من هو؟ المراقب هذا قال لي: كم حصلت فلوس؟ قال له: حصلت 10 مليون دينار. قال له: بس؟ قال له: بس. قال له: هات حصتي. قال له: الآن ما يصلح، أسكت، لا أحد يشوفك وأنت معاك الفلوس، وروح تشتري، يعني تروح تشتري يعني ربما أي حاجة والناس تشوفك فجأة وأنت إنسان مطفر شوية وأنت قاعدك تشتري بيشكوا فيك. فأقنع أخوه، قال له: خلاص. لكن كان هناك شاهد مهم جدا، التي هي الكاميرات التي قال حسين لأبو ساطور إن الكاميرات خربانة، ولكن في الحقيقة كانت الكاميرات تعمل. قاموا الشرطة وبمتابعة الكاميرات والفيديو الذي كان فيها مسجل، فشافوا الشيء العجيب هذا، إن رجل يتسلل تقريبا في الساعة 4 صباحا وينزل إلى بيت أبو حسين وهو مقنع، ويعني يدخل البيت، ولكن من بيت من؟ من بيت أخو أبو ساطور الذي هو بيت أبوهم الأول. فقاموا باستدعاء الجار أخو أبو ساطور، قالوا له: من الذي دخل بيتك ونزل من بيتك لبيت أبو حسين؟ أخذوا يحققوا معاه سين جيم لين قال لهم بالقصة من أولها لآخرها، من أولها لآخرها. قال لهم: أنا أخي طلب مني كذا كذا، وأنا صراحة ساعدته، وأنا كنت أراقب، لكن ما قتلت ولا سويت ولا شيء. على طول الشرطة اتجهوا إلى الشقة التي يسكن فيها أبو ساطور، وألقوا القبض عليه، وقاموا بالتحقيق معه، وقال لهم القصة من أولها لآخرها بكل حذافيرها، وخلوه يمثل الجريمة بأكملها، يعني بأدق التفاصيل. إلى هنا وتنتهي قصتنا لهذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.